من عباد القبور الابتلاء حوله قليل، وذاك يبتليه الله عز وجل بفقد ولد، بابتلاء في زوجة، سحر، مس، عين، لكن يصبر يتحمل. أعرف أحد إخواننا من التجار في عدن عنده متجر واسع اسمه مشهور في عدن، لو سميته لعرف. يشتغل في الإلكترونيات، غسالات، ثلاجات، شول، مكيفات، تلفزيونات، سيفرات. فجاء إليه بعض الناس قال: يا فلان أنت طيب ومستقيم، تبيع هذه الأشياء، تلافز حرام، السيفرات حرام. قال: إخواني شركاء معي. نصح بأن يجاهد نفسه وينصح إخوانه، فنصحهم فقبلوا. ترك شهر، شهران، 6 أشهر، حصل التماس كهربائي في هنجر كبير كله بضاعة، كما يقال متروس من الركن إلى الركن، تلف مع 2 من السيارات آخر موديل، حق ناس موضوعة عنده. خسارة فادحة. ابتلاء. زرنا يا فلان، اصبر، هذا امتحان، انتبه. قال: قد قلت الحمد لله ورضيت بما قسم الله. أسبوع، أسبوعان، بدل الهنجر يسر الله له بهنجرين. التجار الذين يتعاملون معه من دبي، من خارج اليمن، عرفوا بمصيبته، دعموه. هذا وهذا عوضه الله. نحن نضعف، نتهاون بالصلاة، مشغولون بالبقالات، بالمحلات، بالتجارات، نضعف. ونحن كلما اقتربنا من الله أكرمنا الله، وكل ما ابتعدنا من الله أمدنا الله استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولهذا هذه الحياة مليئة بالمنغصات. ما أظن واحد من المسجد ممن في المسجد ما عنده مشاكل، ما عنده مصائب، ما يشتكي من ديون، قد الناس ينظرون إليه، عنده محل، عنده راتب، عنده تجارة، وهو والله في بعض الأحيان ما يملك حق علبة، حق الحمى، دواء الحمى. كل واحد في بيته مستور، يعاني من أمراض. أمام الناس يقولون فلان وفلان. ولهذا قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الجنة تحتاج إلى صبر. المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، صرع، كما يسمى في زماننا هذا شحنات كهربائية. قالت: يا رسول الله إني أصرع، ادعو الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بخيارين لا ثالث لهما: إن شئت صبرت ولك الجنة. انظر العاقبة، الثمرة، النتيجة. وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. المرأة رأت إلى شيء عظيم فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فنصيحة لي ولمن يسمع بالصبر والاحتساب. ومن مات عليه ميت يدعو له بالرحمة ويتصدق عليه ويحتسب، ويحرص ألا يجعل أمور موته إلا على السنة. انتبه، قد بفعلك هذا تسهل له دخول الجنة منذ أن يموت حتى يوسد في قبره. احرص على السنة، اترك العادات الباطلة، البدع، المحدثات. اسأل
لا تبالي أن هذا سيقول ما لقى عشاء أو ما لقى غدا أو ما فعل كذا. عامل الله سبحانه وتعالى، اعمل بالآية والحديث. إياك أن تبالي بكلام الناس أو كلام القبيلة أو كلام الأهل، أو يقولون إيش أنت بخيل أو ما عندك تريد الناس يتكلمون علينا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبناء جعفر وقال للناس: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاء ما يشغلهم. الموت ما هو سهل، ما هو سهل والله، يأتي بالمصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يأتي بالبلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لهذا الإنسان يصبر ويحرص أن يلقى الله على السنة. نسأل من الله عز وجل أن يصبرنا على ما بقي من هذه الدنيا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يصلحنا وأزواجنا وأولادنا ومن ولانا الله أمره، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك تعلم أن هذا البلد اشتد المكر والبغي والتآمر عليه من كثير من الدول، عربها وعجمها، مسلمها وكافرها. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا ودعوتنا ومساجدنا بسوء أو شر أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماءنا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.